سمر، شنو هي تجربتك ونظريتك عن الحياة الزوجية؟ هو أول شيء يكون لازم الاختيار صح. صح. فإذا هو زوجك يكون سندك فكل شيء يكون حياة سهلة. حلو. فيعني أنا زوجي الحمد لله بس ما يدني بكل شيء. هو صح مسؤولية بس مسؤولية الطفل أكثر شيء يعني متعبة. الصعبة. الباقي يعني حياة حلوة عادية. الحمد لله والشكر. يعني نقدر نقول اليوم أنت إذا اختاريت الشخص شريك حياتك صح تقدرين تأسسين حياتك صح. طبعا إذا زوجك صح ويعني اختيارك يكون صحيح فأنت يعني حياتك كلها سهلة راح تصير. حلو. بس إذا اختيار صح راح تدمرين. لا بالضبط، إذا الاختيار خطأ أنت راح تدمرين وتدمرين كيان عائلة جديدة. صح، لأن هو الزواج يعني أساس أسرة. فإذا هو الأساس غلط فالأسرة راح تكون غلط. صح. زين سمر، شنو أحلى موقف تتذكريه لزوجك دائما بحيث هيك واقف بعينك من تريش صايحين لو تتعاركين تقولي لا تذكرت الموقف خلينا. والله هواي مواقف بس أكثر شيء موقف العملية مالتي فهو الولادة. فهو يعني ما خلى أحد يلزمني هيك هو كله